جريمة الرشوة؟ طيب، إذا كان الشأن في شأن الحديث عن الرشوة، فإنني يجب أن أقول أولا: المشرع حينما أردف لهذه الجريمة ووضع لها النصوص التجريمية ومن بعد النصوص العقابية، إنما كان يهدف إلى غاية وحيدة، وهي مكافحة الاتجار بالوظيفة العمومية مم. ومكافحة التلاعب بالسلطة العمومية من أرباب الوظيفة العمومية. الموظف العام ومعنى الاتجار زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة، هو نعم الموظف يتاجر بالوظيفة العمومية. معنى الاتجار أن يجعل الموظف من وظيفته العمومية سلعة تباع وتشترى، أو أن يقبل المساومة عليها، يخرج بالمنفعة العامة إلى نطاق منفعته الخاصة، أو أن يتكسب من وظيفته بطريق غير مشروعة. هذه العلاقة دائما ما تنشأ بين صاحب المصلحة اللي هو طالب المصلحة اللي هنسميه بعد كده الراشي، وبين هذا الموظف العام. فالرشوة باختصار هي الاتجار بالوظيفة العمومية. طيب، الموظف العام حينما يتاجر بوظيفته العمومية، وأنا دائما ما أقول ودائما حينما ينعقد اللقاء في حديث الرشوة، فإنني دائما أقول أن الدفاع الحاضر مع من يتهم في مثل هذه القضية أو مثل هذه الجريمة أو أي جريمة من جرائم الأموال العامة يجب أن يكون عالما بالغاية التي قصدها المشرع من هذا التجريم. طيب ليه؟ إيه هي بقى الغاية اللي قصدها المشرع؟ زي ما قلنا مكافحة الاتجار بالجريمة أو بالوظيفة العمومية، ومكافحة الانحرافات بالسلطة العامة. والانحراف بالسلطة العامة متفاوت من جريمة لأخرى ومن ظروف وقائع دعوة إلى ظروف أخرى. لذلك يجب أن نقول في هذه المسألة أن الدفاع الحاضر مع المتهمين في من يتهم في مثل هذه الجريمة يجب أن يكون عالما يقينا بالغاية التي قصدها المشرع، لأن الانحرافات بالسلطة العامة هي انحرافات متفاوتة بتختلف من موظف إلى آخر ومن مكان إلى آخر.